بيوم ميلاده انطفت نار المجوس غير الجميع، حتى لما كان صبي شرحت صدره وهو في بداية حياته، هيأت إني يكون نبي. قبل الرسالة كانت عبادتك يا نبي هي التأمل، فيك الجمال مرسوم بإيد رب البشر من غير تجمل. وانت مرة في غار حراء الوحي جالك يا نبي بينادي اقرأ، وانت متفاجئ وخايف من اللي حاصل بترد إنك مش بتقرأ. ومن هنا بدأت رسالتك يا حبيبنا المصطفى، أولها آية. ولما رجعت على بيتك حبيبنا حكيت لأم المؤمنين كل الحكاية. قالت لك اوعى تخاف حبيبنا، انت خير الناس وبتعين الجميع، يوم بتكذب أو تخون أو بتغدر، ولا يمكن أبدا يوم يضرك ربنا العاطي البديع.